ابن أمه المفروض ده إنه قاعد في جنب أمه، ما يخشش بيوت الناس ويضحك عليهم ويكلمهم في حاجة هو مش هيقدر يعملها. ابن أمه المفروض ده إنه قاعد كده في جنبها ما يتحركش. والأم اللي تبقى يعني عارفة إن ابنها مش هيقدر يفتح بيت أو إن هو هيكون راجل، بلاش تدخله بيوت الناس، بلاش تدخله بيوت الناس، عشان طبعا بتبقى كتيرة إن كل واحد يخش بيت ويعمل نفسه راجل وهو مش محصل راجل. لأن الراجل أو اللي هو يقدر يفتح بيته واللي يقدر واللي يحط مثلا يحط مراته قبال أهله يقول لا أنت مش هتخسرني أهلي. الأهل عمر ما في واحد بيخسر أهله، والشخص اللي يقول أنا أخسر أهلي يبقى معلش العيب فيه هو مش العيب في اللي هتتجوزه. لأن أنت فعلا لو راجل فعلا مش حد هيخسرك أهلك. لأن إحنا نقول كده، أنا يمكن اتكلمت في مواضيع زي كده قبل كده وقلت إن المفروض الراجل المفروض يكون زي رمانة الميزان، يحكم بين مراته وبين أهله. إنما لما يخش بيوت الناس ويقول لأن أنا ويدي وعود وبعد الجواز مفيش أسبوع الوعود دي تختلف، فده مش راجل. اللي يخش يقول كلام واللي بينفذه شيء تاني فمش دي من الرجولة، ولا هو ده اللي ممكن يتحكم بيه. والأم لما تبقى عارفة ابنها أو مش هتقدر تسيب ابنها أو عارفة إنها ابنها مش راجل، يا ريت ما تدخلوش بيوت الناس، ما تدخلوش بيت واتنين وتلاتة وتخسر كم واحدة عشان الشخص ده عايز يكون ابن أمه، عشان هو مدخل الرزق أو هو الرزق مدخل الرزق بتاعهم أو الرزق بتاعهم يمكن هو فيه السبب، أو عشان هي خايفة على فلوسه، أو إخواته يخشوا ويعملوا نفسهم عشان ما يخسروش، عايزين لأن من وراه فلوس ووراه حاجات، فبلاش يخشوا بيوت يخربوها. لأن كل واحدة بتبقى في بيتها بتبقى عايشة وعايزة تعيش. فبنقدر في الوقت ده إحنا بنقول الرجالة هي أو الستات هم اللي وحشين. الراجل لما المفروض ما ينقالش عليهم رجالة. ولو إحنا بنقول فرق بين الذكر أو الذكر والراجل، ده في كتير. إن الذكورة ده في كل حاجة، في الحيوانات وفي الطيور وفي كل حاجة، لكن الرجالة هي في البني آدمين بس أو في البشر. فما يخشش بيت يكون هو مش راجل، أو يدي وعود، أو يبقى بينهم عيال ويخسروا ويقول أنا لأهلي بس. عمر الدين ولا الأصول ولا العادات ولا التقاليد هيقولوا إن الراجل لأمه وأبوه بس أو أهله. الراجل يكون للكل لأنه راجل، ده المفروض وده اللي الدين قال عنه والأصول والعادات والتقاليد بتقول. إنما الشخص لما يبقى يكرر مرة واتنين ويقول أنا مش هسيب أهلي ويخسر كام واحدة ويخلف منها أولاد ويرميهم، فده مش راجل. يا ريت كل واحدة وكل واحد أنت عارف ابنك وعايز ابنك أو أنت عايزة ابنك ما يتجوزش وعايزاه يكون ليكي أنت بس، يا ريت تخشي أو تمنعيه عن الجواز. ابنك أنت ليكي أنت بس، مش تدخليه بيوت عشان ما تخربوش بيوت وتجيبوا أولاد يعيشوا حياة صعبة. ده اللي أنا باقوله. يا ريت الأم والأب اللي هم عارفين إن ابنهم دي ليهم هم بس ومش هيقدروا يسيبوه يتجوز، ما يدخلوش بيوت، مش يدخلوه بيت حد خالص، يخلوه ليكوا انتوا بس، عشان انتوا عايزينه يكون ليكوا انتوا بس. فيا ريت ما تجوزوش لان انتوا مش عايزينه يكون له بيت ولا يكون له ست مراته ولا يكون له اولاد. انت عايزاه ليكي انت بس، خليك ليك بس، خليه ليك انت بس، مش ما تدخليش واحده تانية. وما فيش واحده هتقول ان واحده بتاخد واحد من اهله. زي ما انت خدتي جوزك من اهله وبقى معاكي، ابنك برضه لازم يكون له واحده. في فرق بين انك تعلمي ابنك انه يعدل بين مراته وبينك، ده الصح، ان هو يعدل بين امه ومراته. امك ليها حق، تعبت تروح توديها للدكتور، تجيب لها علاجها، تديها اكلها، تديها لبسها، كل حاجاتها تعملها لها وكمان تخدمها، ده حقك. واحنا يمكن قبل كده اتكلمت في فيديو
قلت ان مرات الابن عمرها ما كانت ولا هتكون هتكون خدامه. مرات الابن معززه مكرمه. فانت عايزه تعملي مرات ابنك خدامه، بلاش تدخليها في البيت، لان هي مش خدامه، هي ست زيها زيك. زي ما انت ما قبلتيش على نفسك ما تقبليش على واحده تانية. فده انا بقول لكل واحد او كل ام او كل شخص كمان، انت عارف انت ابن امك، يا ريت ما تخشش بيوت الناس، ما تخشش عشان ما تعملش مشاكل وتطلع جيل تعبان. خليك لامك وبس، ما تتجوزش. انت ليك ان اللي زيك ملوش جواز، اللي زيك له يقعد بس لوحده، ابن امه بس. وانت عايزاه يكون ليكي، ما تجوزهوش، خليه لنفسه. لكن تدخلي وتدوا عقول لناس وتحلفوا ايمانات وتدوا عهود ما بتنفذش، ونقول لا نجيب لنا راجل. ابنك عمره ما كان ولا هيكون راجل بالطريقه دي، وانت عمرك لا هتكون، لا كنت ولا هتكون راجل. لان الراجل اللي يقدر يفتح بيته ويقدر يحكم بيته ويصرف على بيته ويشوف ويخلف اولاده ويربيهم ويشوفهم عايزين ايه. احنا مش حيوانات انك تخلف وترمي وتسيب اولادك لمراتك او لاي حد تاني يربيهم. فلو سمحت لكل واحد وكل واحدة مخلفين عيل، مش هنقال عليه هو راجل، مخلفين عيل بالطريقة دي، ما تجوزهوش، خليه ليكي انت وجوزك بس. ليكي انت، يكون فلوسه وحاله وكل حاجة ليكي انت وعيالك وبس. لكن لما تبقى بنتك مجوزاها او خايفة على بنتك عشان تاخدي من ابنك تودي لبناتك، فللأسف ما تدخلهمش، ما تدخليش ابنك ولا تجوزيه، لانه بيته هيتخرب، بيته هيتخرب. فدي نصيحة أنا بنصحها للأب وللأم وللولد. مش قد جواز وانت مش راجل، ما تخش بيوت الناس ولا تتجوز. واللي على فكرة العادات دي عادات كتير وعادات موجودة وبتتخرب البيوت بنفس الطريقة. البيوت بتتخرب بنفس الطريقة. احنا قلنا في عوامل كتير لخراب البيوت ولو ضياع الأسر، هو ده حاجة منها. ابن أمه هيدني طول عمره ابنه. مع السلامة، باي باي.